حاليا 7:30. يعني اولا لو انت صاحي برضو بدري صباح الخير، ولكن انا حاليا عندي شغل. بس خليني اوريك ميزة ان انت لو نفسك تصحى بدري زي الناس اللي هي بتبقى سكسسفول وناجحة كده، خليني اوريك ميزة ان انت يكون عندك طفل صغير. انت من الساعة 5:30 الصبح هتكون صاحي، صح يا بابا؟ 5:30 ولا 5؟ انت بتصحينا امتى؟ البيبي من الساعة 5:30 عفرطة في السرير ويضرب ويزق. على العموم انا مش لسه صاحي دلوقتي، انا صحيت الساعة 5:30، بعد كده الساعة 6:30، دلوقتي الساعة 7:30. انا بس عشان عندي شغل. شكرا حضرتك. ممكن تشيل طبقك بقى اللي كلت فيه امبارح؟ باي. هو ايه اللي باي ايه؟ Brauchst du einen Schal? Nee. Handschuhe? باي صباح الخير. باي. يا النهارده يوم من الايام الزحمه جدا، زحمه بطريقه رهيبه بالنسبه للشغل يعني. فعلشان كده النهارده هيكون يوم Q&A، اسئله واجوبه. بقالي كتير قوي ما عملتش Q&A، فعلشان كده انا هنزل ستوري على الانستجرام. اللي منكم مش متابع الانستجرام هسيبه هنا تحت او هنا، خش الانستجرام سيب سؤالك. المره دي هنجاوب اي حاجه متعلقه بقى بالدراسه، متعلقه بالسفر، باي حاجه هنجاوب عليها. ما فيش زومت، معلش. معلش. انا كل سؤال هسيبه بالطريقه ديت كده قدام الكاميرا، فانت لو عايز تقرا السؤال اعمل فريز او وقف الفيديو، شوف السؤال وارجع تاني. بص، هي المانيا تستحق طبعا ان انت تتعلم اللغه وان انت تيجي، طبعا 1,000,000%. بص انا اقدر اقول لك حاجه حلوه قوي. شوف كام واحد سافر بره وما غيرش حياته، بالذات اوروبا يعني، او بعيدا عن اوروبا خلينا في المانيا، صفر. مفيش حد ما جاش هنا وما غيرش حياته، ما بقاش يلبس اللبس اللي نفسه فيه ويجيب الاجهزه اللي نفسه فيها ويركب عربيه نظيفه وهو عايز نفسه يركبها ويبعت فلوس لمصر ويشتري شقه في مصر. معلش، انت اي واحد جه اشتغل هنا ومفترض ويتر شغال في مطعم في ماكدونالدز، بعيدا عن المقاطعه، انا بتكلم شغال في مطعم عامه يعني فاست فود، اللي هو زي ما نقول اقل المرتبات، بيقدر يبعت كل شهر فلوس لمصر 200 300 400 يورو، يعملوا في مصر 15 20 الف جنيه، واشترى شقه او بنى بيت او اشترى بيت في المدينه اللي هو عايش فيها، سواء في القاهره او في اي حته تانية. حتى لو ناوي يرجع يتجوز او مش ناوي يرجع، فهم قدروا يعملوا كده. معلش، الحاجات دي لو هم قاعدين في مصر يستحيل كانوا يحلموا يعملوها. بص، هو من ناحيه الاستقرار مش الفلوس، وده سؤال جميل جدا. انا مش هقول مش هجمع اوروبا كلها، لان في بلاد في اوروبا بصراحه انصح بدبي 1,000,000%، ولكن خلينا نقول المانيا ودبي. من ناحيه الاستقرار يعني مدارس، تامين، عيشه، شوارع، ناس، مش عارف ايه، اقول لك المانيا طبعا 1,000,000%. من ناحيه فلوس دبي 1,000,000%. 1,000,000%. هو لاي حد جاي جديد هيعاني ان البلد بتقفل الساعه 8، ولكن انا اتعودت. هو للاسف بعيدا عن المدن زي فرانكفورت، هامبورغ، ميونخ، برلين، لو انت في الارياف 90% من البلد او 95% من البلد هتلاقيه بيقفل بدري. بس من بعد 8 في ناس ما زالت فاتحه للساعه 12 و1 بالليل، بتبقى معظمها بارات، اماكن تلعب فيها بلياردو، تلعب فيها بينج بونج، تلعب فيها بولينج. يعني في اماكن لو انت عايز تسهر كل يوم، في اماكن تقعد فيها، ناس بتجمع نفسها في الشارع وتقف، بيعملوا كده، موجود كده. فالمدن الكبيره زي هنا في كتير جدا. فهل انا مليت؟ لا، انا مش مساله اتعودت. انا عمري ما حسيت ان الموضوع ده بالنسبه لي مؤذي يعني انا دايما كان بعد الساعه 8 خلاص المحلات بدات تقفل، كنت بنزل الجيم فاتح للساعه 12. دلوقتي الجيم اللي انا فيه فاتح 24 ساعه. حاليا اكتشفنا اماكن ما زالت شغاله للساعه 2 و3 الصبح. عايز تعمل اي فيها رياضه، تلعب بولينج، بلياردو، لا، في كتير. ففكره ان البلد بتنام الساعه 8 ده لو انت عايز حاجه من السوبر ماركت، انما مطاعم شغاله للساعه 12 و1 بالليل، اماكن ترفيهيه شغاله بالليل، صحابك تتجمعوا عند بنزينه تشربوا حاجه مع بعض وترغوا لحد 7 الصبح. بصوا، الاحسن يعني انا مش عايز اتكلم عن ايه الضلمه دي، انا مش عايز بصراحه افتي في اللي ماليش فيه في المجال الطبي كشغل في المانيا ولا لا، او لو مش في المانيا في انهي دوله احسن. انا مش هقدر اقول لك غير عن المانيا، لان انا ما رحتش اي بلد تاني ولا اعرف الشغل فيها ايه. البلد الوحيده اللي زرتها وعرفت الحاله الاجتماعيه لايطاليا، يعني ايطاليا. فاشتغل دكتور في ايطاليا ولا المانيا؟ اقول لك المانيا احسن. طب في اوروبا عامه، المانيا من البلاد رقم 1 اللي الدكاتره فيها كلهم شغالين هنا ومبسوطين جدا. ولو يوما ما ربنا وفقك ورزقك وقدرت تفتح عياده خاصه بيك انت، وعياده واثنين وثلاثه، فانت كده من الاغنياء في المانيا. وش يعني انك تستمر في الحاجه اللي انت بتحبها واللي بداتها من سنين بس دلوقتي حسيت بكسل. هقول لك على حاجه حلوه قوي. انا كنت في نفس الموقف، تمام، وما زلت في نفس الموقف. كل اللي حصل ان انت بدات تستنى عائد منها.
من الاخر. بقيت تستنى مثلا كلام الناس هل حلو ولا لا، بقيت تستنى يجي منها فلوس ولا لا، مهما كان ايه بقى سوشيال ميديا ولا اي بروجكت ولا اي حاجه، بقيت تستنى عائد منها اللي هو ايه، وانا هقعد اعملها على الفاضي كده، فاهم قصدي؟ فلما بدات تفكر في النتيجه او العائد اللي هيجي منها بدات تكسل عشان ما فيش حاجه لسه جايه، فبتفكر ازاي طب اعملها بطريقه ثانيه، طب اعملها ازاي، طب مش عارف ايه. كل اللي انا اقدر اقول لك عليه ارجع افتكر السبب اللي انت بدات علشانه. انت بدات الحاجه دي ليه؟ علشان بتحبها وبتستمتع تعملها، كملها مهما كان العائد اللي بيجي منها او النتيجه اللي بتيجي منها، كملها وحاول تتقنها اكتر وتحسن منها اكتر. لو هي بالنسبه لك الحاجه اللي انت بتحبها وعايز تتقنها وخلاص، مهما كان ايه العائد او النتيجه هترجع تحبها وتكمل فيها تاني. انا بالنسبه لي يعني اجيب لك اقرب مثال الفيديوز. انا بحب اعمل الفيديوز، بحب اعمل الفلوجينج، ما بحبش اعمل الحاجات التانيه اللي باقي اليوتيوبرز بيعملوها. باقي اليوتيوبرز واخدين اليوتيوب كشغلانه 100%، انا لا، انا واخدها نص نص، والنص اللي هو من ناحيه انا بحب الحاجه بالنسبه لي مغطي على النص اللي هو هيجي لي منها كام، فاهم قصدي؟ فانت لازم تشوف تعمل بالانس كده. باي يلا، باي باي يا بابي، باي يا كوكو، يلا خش جوه سقع يلا، تشوس. ist auch kalt für ihn bitte. ciao. احنا النهارده تقريبا في معرفش تقريبا كام نوفمبر. درجة الحرارة حاليا 3. الارقام دي ممكن تكون بالنسبه لحد اللي هو ماشي عادي، ما احنا عندنا 10 15، بس فعليا تلج. يعني درجه الحراره كل ما بتقل درجه واحده بس الجو موت موت. اوكي، في كام سؤال كده هقولهم بسرعه. انت ممكن تسقط سيستم 2000 سي سي تربو على الجولف؟ يستحيل. هي المشكله ان المواتير عندنا رخيصه جدا، ولكن ان واحد يركبها عدد يعني فلوس اللي بياخدوها في الساعه فعليا بثمن العربيه. يعني انا ممكن اروح اجيب الموتور ولنفترض مثلا ب 500 يورو كمثال، مثلا تركيبه يعمل 3000 يورو، العربيه كلها مش عامله 1000 ونص. ازاي الفريلانسر يستثمروا فلوسهم مع العلم ان الدخل كل شهر مش بيبقى ثابت؟ دي حاجه حلوه. هقول لك ازاي تستثمرها في حاجتين. اول حاجه تستثمرهم فيك انت، تزود بقى المعلومات بتاعتك، المعرفه، يعني النولج بتاعتك زي ما بيقولوا، ان انت بحيث السيرفيس اللي بتقدمها النهارده غير السيرفيس اللي انت بتقدمها الشهر الجاي. انت الشهر الجاي معاك شهادات اكتر، معاك حاجات اكتر كمثال يعني، فبقيت متميز ومتمكن اكتر، فهتطلب فلوس اكتر. ده الاستثمار تقدر تعمله. ورقم 2 في الاكويبمنت بتاعتك. يعني انت ولنفترض ان انت كفريلانسر مثلا اديتور، فتجيب طبعا جهاز جديد، تجدد الجهاز، تتعلم اديت اكتر، تدفع طبعا فلوس كورسات، تنزل برنامج احدث. ده اللي تقدر تعمله كفريلانسر يعني، فاهم قصدي؟ الاستثمار الثاني اللي انت تقدر تعمله لو معاك فلوس زياده، طبعا استثمر مثلا في العقارات، استثمر في الذهب، استثمر مثلا في الاسهم لو انت ليك في الموضوع ده، لو ليك في الموضوع ده وتعرف حد ثقه ليه في الموضوع ده. العربيه اللي قدامي عامل النمر العربيه بتاعته برضو VW فولكس فاجن، تقريبا دي جولف 7 GTI، ما شاء الله. اوكي، اول ساعه خلصت. عندي حاليا ميعاد ميتنج مع حد يعني اعرفه، مدرب تنس. هنتكلم في بيزنس كده صغير متعلق بالتنس. طريق قدامي 5 دقايق بالظبط وابقى هناك. فعليا اللي عايز يسكن في وسط المدينه هنا هيتفشخ فشخه السنين عبال ما يلاقي مكان يركن. انا بقالي نص ساعه بدور على مكان اركن. المفروض عند البتاعات البيضه دي انا ما ينفعش اركن عليها، فانا زنقت العربيه مع المرسيدس دي. يعني هو الحمد لله ان هو عنده متر قدامي يفتح، ولكن فعليا الركن في المناطق دي من اصعب الحاجات الواحد ممكن يعملها والله. السؤال ده جميل قوي. كيمو، لو حد سافر المانيا يقدر يحوش فلوس ولا الضرايب والمعيشه غاليه؟ لا طبعا تقدر تحوش. انا بقول لك وانا شغال في البريد دي شغلانه زي ما اكون شغال في كنتاكي، في ماكدونالدز، في اي مطعم برجر، اي مطعم فاست فود يعني. كنت باخد 1200 يورو وفي ساعات بونص مش عارف ايه 1300 يورو. من ال 1300 ل 1400 فعليا انت تقدر كل شهر تبعت 300 و400 لو انت بتعرف تمسك المصاريف قوي لمصر، تبني بيها حاجه هناك، تشتري بيها حاجه هناك، او تحوش. يعني ممكن تحوش فعليا بعد ما تخرج وتسهر وتجيب اللي انت عايزه، تقدر تحوش من 300 ل 400 يورو. وفي ناس بتحوش 200، في ناس بتحوش 100، في ناس بتحوش 500. اضربهم بقى لو انت بتبعتهم في مصر في 50 ولا 55 هتعرف. سبق الاسئله خلصت والله. في اسئله كتير جدا يعني. انا بس اول يوم خدت حوالي 60 سؤال وقفلت الستوري علشان بس اخد منهم الكام سؤال اللي انا جاوبت عليهم دول. فان شاء الله الاسبوع الجاي يكون برضو في اسئله او اجوبه. اي حد عايز يسال اي سؤال ان شاء الله. الفيديو على كده انتهى.
dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah, ride around the city with